دي قناة عليها فيديوهات عاملة فيوز بالملايين حرفيا. المشاهدات عليها بتوصل ل15 مليون مشاهدة، ودي فيديوهات اسمها POV. والفيديوهات دي طالعة بشكل منتشر جدا حاليا، وطالعة ترند وواخدة شهرة عالمية. الفيديو ده هقولك ازاي تعمل فيديوهات زي دي، فخلينا نخش على الفيديو على طول. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك كده، وتكتب لنا في الكومنتات كلمة السر POV فيديو. بص يا صديقي، خلينا في الاول كده نتكلم عن شوية عوامل رئيسية هقولك عليها علشان تخلي الفيديوهات بتاعتك ناجحة. اولا فيديوهات البي او في دي بتعتمد على 4 حاجات، وال4 حاجات دول لازم تعملهم علشان تخلي الفيديو بتاعك يطلع ترند. اول حاجة عندنا وهي الاندماج. لازم تخلي المشاهد وهو بيتفرج يبقى مندمج، ما يزهقش، ما يحسش بالملل. تاني حاجة وهي الواقعية. لازم اللي انت بتعمله يكون فيه واقعية، حاجة من الواقع، حاجة موجودة في الواقع او حصلت في الواقع او بتحصل في الواقع. ما تحاولش ان انت تجيب حاجة مثلا خيالية او حاجة من دماغك كده من وحي الخيال، لا، حاول تخلي اللي موجود قدامك وحاجة في الواقع، وحاجة تخلي المشاهد يتخيل ان هي فعلا تكون حصلت. تالت حاجة وهي الفضول. لازم تلعب على حتة الفضول عند المشاهد. الفضول هو اللي بيخلي المشاهد يكمل الفيديو. ليه؟ لان هو لما بيتفرج على الحتة دي بيبقى عنده فضول، عايز يشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، فبيكمل الفيديو. ودي الحته اللي انت هتلعب عليها في الفيديو ده، وهقول لك ازاي تعملها. رابع حاجه وهي روايه القصه. لازم تروي القصه، والقصه وانت بترويها لازم تكون الروايه بالترتيب معين، والترتيب دون عشان يلعب على الفضول عند المشاهد ويخلي المشاهد مندمج معاه. ايه هي طيب الفصول، او ايه هو الترتيب اللي هتمشي عليه في الروايه بتاعت القصه؟ او بص، احنا هنمشي بالظبط على 7 مشاهد. بدايه هنمشي على مشهد، اول حاجه مشهد الاستيقاظ وهو بيصحى من النوم، بعد كده وهو بيفطر، بعد كده وهو رايح الشغل، بعد كده وهو اول ما بيبدأ شغل، بعد كده هنخش على مشهد الاستراحة، بعد كده هنخش على مشهد ان هو بيرجع لبيته، بعد كده هنخش على مشهد النوم. الترتيب ده خليك ماشي بيه، لان هيخلي فيه فضول كبير عند المشاهد. كل ده هنمشي عليه في البرومت اللي هنعملها دلوقتي. طبعا الموضوع اسهل مما تتخيل، ما تخليش الموضوع في دماغك تحس ان هو معقد، ولكن الموضوع سهل جدا. وهنبدأ دلوقتي في الشرح العملي، فخلونا نروح على الكمبيوتر. طيب، في حاجة حبيت اقولها بس، انا اللي اخرني ان انا اللاب بتاعي يعني جاب شاشة، فالحمد لله على كل حال. فيعني يا ريت تدعمونا عشان نقدر ان احنا نصلحه او نجيب لاب مكانه يعني، ونحدث من الامكانيات عشان نعمل لكم حاجات احسن. لان انا اللي بصور معايا دلوقتي هو الكمبيوتر، وامكانياته اقل، وده اللي معجزني شويه. ما تنساش تشترك في القناه بتاعه الكوره، عملناها تحت، ودي هننزل عليها. احنا مستنيين بس لما القناه تكمل اسبوع او اسبوعين، وبعدين نعمل لكم فيديو ازاي تعملوا زيه عشان اوريكم نتائج بعينكم. خلينا نخش على الفيديو ونروح على الكمبيوتر، ويلا بينا. اول حاجه هتعملها وهي انك هتروح على حبيب الملايين طبعا شات جي بي تي. هتروح على شات جي بي تي، وهسيب لك ملف تحت في الوصف، هتاخد الملف دون. الملف انا سايب لك فيه ال3 مواقع اللي احنا هنشتغل بيهم: كلينج اي اي، شات جي بي تي، وبيكسابي. وهعرفك دلوقتي كل موقع تستخدمه في ايه. اول حاجه تفتح شات جي بي تي، تمام. بعد كده هتروح على الملف، وهتبدا ان انت تاخد اول برومت عندك، وهتبدا ان انت تعمل كده وهتاخده كوبي. بعد كده هتروح على شات جي بي تي، وهتبدا ان انت تعمل له بيست في الحته دي بتاعت بي او في. الحته دي حط الحاجه اللي انت عايز تعملها. هو كده كده هيديك ايدياز او افكار للفيديو. انا حاطط له ان انا عايز افكار لفيديو زي مثلا ان انت في حرب 6 اكتوبر، تمام. وبعد كده هتدوس هنا، هيبدأ ان هو دلوقتي يديك افكار كتير جدا لفيديوهات هتشوفها بنفسك. اول حاجة هنا بيقولك ان انت عامل جوه الاهرامات، او عامل في ان انت بتعمل اهرامات. ماشي، انا عجبتني الفكرة دي بصراحة، فهبدأ ان انا هاجي عليها كده، وهبدأ ان انا قام جاي واخدها كوبي، تمام. وهاجي هنا على البرومت التاني، هتروح على الملف ده تاني، والبرومت ده هتبدأ ان انت تاخده كده كله 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 لحد هنا. تبدأ ان انت تعمل كوبي، بعد كده هتروح على تشات جي بي تي وتعمل بيست. حلو، بعد ما تعمل بيست في حاجتين هتغيرهم في البرومت. اولا انسرت كاركتر. الكاركتر بتاعك اللي هو ايه؟ اللي هو تبدأ ان انت تمسح دي بس كده. هنمسح اللي هي انسرت كاركتر دي، وهنحط مكانها يو ار بيلدر ان. خلينا نجيب مثلا الحته دي كلها كده وندوس كوبي، ونيجي هنا وندوس بيست، تمام. بيقول لك انسيرت تايم. حلو. الاهرامات كانت في سنه كام؟ ممكن تكتب له مثلا سنه
200 او سنة 500، مثلا نكتب له سنة 200. تمام، او هي قبل كده تقريبا، والله انا ما عارف. المهم ان احنا نكتب له اي حاجة، وبعد كده تبدأ تبعت له المسج دي، وهو هيبدأ يعمل لك البرومت بتاع كل مشهد. الويك اب، بعد كده اول ما بيصحى الروتين بتاعه الصبح بتاعه، بعد كده التنقل، بعد كده الكير اكشن، وهكذا هيفضل مستمر كده، وهيجيب لك كل البرامج. دلوقتي هو خلص كده. احنا خلصنا اول حاجه كده، احنا خلصنا اول حاجه، وهي ان احنا نولد البرومت اللي هنعمل بيه الصور. الخطوه اللي بعد كده وهي ان احنا هنولد الصور. اول حاجه تحتاج ان انت تفتح عندك برنامج في بي ان. انا بستخدم موقع ايمج اف اكس، وموقع ايمج اف اكس موقع مجاني تماما، ولكن هو بيحتاج في بي ان لانه مش متاح في الوطن العربي. فمثلا انا عندي في بي ان بتاع اي توب في بي ان، ابدا ان انا افتحه، وبعد ما يفتح معايا مش مهم اي حاجه، سيبه سمارت لوكيشن زي ما هو، ودوس على كونكت. تمام، دلوقتي هو عمل لي كونكتد في يونايتد ستيتس امريكا، واهم حاجه في بلد كده غريبه، ما علينا. هنبدا ان احنا دلوقتي نخش على لابس دوت جوجل، وهننزل تحت عند ايمج اف اكس وندوس عليه. هيبدأ يفتح معاك دلوقتي موقع ايمج اف اكس. وموقع ايمج اف اكس هو موقع مجاني تماما، وبيطلع صور عالمية حرفيا. طبعا انت هتسجل عليه جوجل، انا عشان مسجل قبل كده فهو دخلنا على طول. بعد كده هبدأ ان انا اروح على تشات جي بي تي، وهبدأ ان انا اخد اول برومت بالشكل ده كوبي. هتيجي هنا وهتعمل بيست، وبعد كده هتعمل مسطرة، وتيجي هنا على الملف تاني ترجع له. هتاخد البرومت رقم 3، تبدأ ان انت تجيبه كده وتدوس عليه كوبي، وهتحطه في الاخر. تدوس هنا بيست وبس، اقول له انشاء. هتستنى لحد ما يعمل الصور، وهو هياخد من نص دقيقة لدقيقة. طبعا في حاجة لو خدت بالك، هو عامل لك بالعرض، احنا مش عايزينها بالعرض، فانا هخليه يوقف دلوقتي. هنعمل له ريفرش، ابدا ان انا هرجع تاني اخد البرومت كوبي، وارجع هنا تاني اعمل له بيست، وهعمل مسطرة، وهرجع للملف بتاع كوبي، وارجع هنا تاني وبيست. وهنا هتنزل لتحت تدوس افضل جودة، وهتعمل دي صورة عمودية اللي هي 16:9، وهتدوس على انشاء. هتستنى لما يعمل، وهنشوف النتيجة. دي نتيجة زي ما احنا شايفين كده، وطبعا نتيجة ما شاء الله روعة الروعة. حاطط حاجات تحفة يعني، بص تحس ان هو حقيقي. طبعا الصورة دي حلوة جدا، والصورة دي جميلة. ابدأ قلب كده في الصور، ونقي الصورة اللي تعجبك. مثلا انا اختار دي لان هو مبين الصحراء. هبدأ ان انا هاجي هنا وهعمل لها تنزيل. عملت تنزيل، ابدأ ان انا اخد بقية البرومبت بالشكل ده، وهاجي هنا عند الشات جي بي تي، وابدأ ان انا اخد البرومبت رقم 2 كوبي، وارجع تاني للموقع وادوس. هو عملها لي انتر لوحدها، ارجع تاني للملف وادوس برضو كوبي، واجي هنا اعمل بيست واقول له انشاء. تعال نشوف جودة الصورة التانية، ودي النتيجة اللي هو عملها لي. وصراحة نتيجة فوق الروعة حرفيا. يعني انا عايزك تبص كده معايا. خلينا مثلا في النتيجة دي، الراجل هنا لابسين لبس بدائي، والزخرفة بتاعت الأهرامات بتاعت الفراعنة، أو ممكن مثلا حاجة زي كده إن هو بيدي لحد يغسل وشه. خلينا نحمل دي، ونروح على الصورة اللي بعديها، وبنفس الطريقة دي اعمل كل البرومتس بتاعتك. أنا هعملهم كلهم وهرجع لك تاني. طيب أنا عملت 4 صور بس، لأن أنا مش هعمل فيديو كامل، أنا بس بوريك الطريقة وأنت اعمل ورايا. دلوقتي احنا حملنا الصور كده، خلصنا الحتة بتاعة توليد الصور. عايزين دلوقتي نعمل او ننشئ الفيديوهات، نخلي الصور دي تتحرك وتبقى فيديوهات. هتروح على موقع كلينج اي اي، وهسيب لك الروابط كلها في الوصف ان شاء الله. الموقع هنا انت بتسجل عليه باي اكونت عادي جدا، وبيديك نقط. بيديك هو مثلا اداني 166 نقطة. الفيديو الواحد بيتعمل ب35 نقطة، الصورة الواحدة. يعني هو هنا بيعمل لك يعني ممكن مثلا 4 صور ل5 صور يحولها لك فيديو. طبعا احنا بنشتغل على 7، فانت عايز هتعمله بالتيم ميل او المهمل بتعمل بيه. هتاخد البريد الالكتروني المؤقت، وتبدا انت تسجل بيهم. بعد كده هتبدا ان انت تجيب الصوره وهتشدها كده. خلينا مثلا نجيب اول صوره، وتبدا ان انت تحطها عند الستارت. في الاند هنا ما تحطش اي حاجه، هي بس هتحط الصوره في الستارت، وهتستنى لما تحمل. وبعد كده هتبدأ ان انت تدوس على جنريت. هي لسه بتحمل دلوقتي انا حطيت الصورة، وقال لي جنريت ب20 مش ب35، مع انه كان عاملها لي ب35، بس مش مشكلة. هندوس هنا على كلمة جنريت ونشوف النتيجة.
طبعا هو بيقول لك تاسك سبميتد، وهنا الواحد بياخد 4 دقايق. بس هو غالبا النتيجة اللي هتظهر لك هي كالتالي. دي النتيجة اللي ظهرت، طبعا نتيجة ممتازة جدا جدا. حاسس هي مش مهم حوار الصحيان ده، لان هو بتبقى بس عايزة حركة بسيطة. طبعا انت هتبدأ ان انت تجيب كل الصور وتعمل مشاهد كلها زي ما انا وريتك كده، عشان بس الفيديو ما يطولش مننا، لان انا مش عايز الفيديو ده يبقى طويل، انا عايزه يبقى قصير كده ولذيذ في اللذيذ منه. هو انت هتبدأ ان انت تولد كل الصور بالشكل دون، وهيطلع لك الصور وتحملها. طبعا في هنا علامة مائية، العلامة المائية دي تقدر تبحث على اليوتيوب عن ازالة العلامة المائية، وهتظهر لك فيديوهات كتير جدا ممكن تشوفها. وكده كده العلامة المائية دي مش هتأثر، ما تقلقش، لان هي تحت في الجنب، فما بتأثرش. العلامة المائية اللي ممكن ترخم عليك اللي تبقى مثلا في النص او فوق شوية، انما دي صغيرة وفي التحت، فمش هتأثر عليك، ما تقلقش. ولو كده انت ممكن تعمل البرو لو انت يعني حابب تستثمر. الخطوة اللي بعد كده وهي ان انت هتجمع كل الفيديوهات دي في فيديو واحد. كل اللي عليك انت هتجيب كل الفيديوهات اللي انت عملتها، وتبدأ ان انت تروح تحطها على كاب كات. طبعا لو خدت بالك الفيديوهات من غير اي صوت، خلينا نفتح الصوت كده ونعلي الصوت على الاخر، شغال، مفيش اي صوت حرفيا لاي فيديو. وهنا في اي ساوند بس ما انصحكش انك تستخدمها. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انت بتبدأ تاخد كل الصور اللي انت ولدتها، وتبدأ ان انت تروح على تشات جي بي تي تاني، تبدأ ان انت تحط له كل الصور بتاعتك. هتدوس هنا اضافة صور، هتضيف الصور عادي جدا زي ما انا ضفتها دلوقتي. دلوقتي انا ضفت 3 صور. هبدأ ان انا اكتب له، اقول له، هبدأ ان انا اقول له اكتب لي مشاهد، اسماء مؤثرات صوتية للمشاهد دي، وهبدأ ان انا ابعته له. وهو دلوقتي هيبدأ ان هو يكتب لك كل المؤثرات الصوتية. بيقول لك الصور اللي رفعتها بتجسد مشاهد، تمام. هو هنا جاب لك اهو، وقال لك الصورة الأولى اللي هي دي بتاعت الجمال، قال لك دي المؤثرات الصوتية. انت بقى هتعمل ايه؟ هتبدأ ان انت ترجع على الملف اللي احنا قلت لك عليه، اللي هتلاقيه في الوصف، وهتبدأ انت تخش هنا تاخد بيكسابي كوبي، وترجع هنا على جوجل، وهتبدأ انت تعمل تاب جديد وتعمل إضافة وتدوس انتر. هتروح على بيكسابي، وتبدأ انت ترجع تشات جي بي تي تاني، وتاخد أول حاجة معانا وهي الكامل، اللي هو المؤثر الصوتي ده، وتبدأ ترجع تاني على بيكسابي، وهتعمل لصق وهتدوس انتر. طبعا هنا هو جايب لك صور، احنا مش عايزين صور، احنا عايزين ساوند افكت. فهتيجي هنا وهتبدأ ان انت تقول له عايز ساوند افكت. هيبدأ ان هو يجيب لك كل الساوندز افكت، فشغل كده. طبعا دي كل ساوند افكت انت بتبدأ تختار منها. طب انت ما عجبكش ده مثلا، ممكن تخش على اللي بعديه. خلينا نبحث عن اللي بعديه برضو، او خلينا نخش على الصورة التانية بقى وايه، نبحث عنها. صوت الستائر وهي بتهفهف، وهي لو في تحضير لمشروب، طيور او خطوات ناس بعيدة من حركة بسيطة. طبعا هو بيبدأ يحلل لك كل حاجة الصراحة داخل خيمة مصرية قديمة. حتى هو بص خد باله، هو بيحلل لك كل حاجة. سقي الماء في معبد مصري، بيبدأ ان هو يقول لك غسل الوش، الناس في الخلفية، خطوات حجرية. طبعا كل الأصوات اللي هو كاتبها لك دي انت هتاخدها وتحطها تحت بعضها في المونتاج، ولكن بتشوف انهي اصوات محتاج تبقى صوتها عالي، وانهي اصوات محتاج يبقى صوتها قليل. دي كده الطريقه كانت معانا. لو عايزين ان انا ادخل الطريقه دي للتحدي، وابدا ان انا اعمل قناه واوريكم النتائج بتاعتها، اكتبوا لي في الكومنتات. متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتكتب لي في الكومنتات كلمه السر، بس كده.